مرحبا. دايما لما نسأل عنه بيكون حوله علامات استفهام كتير كبيرة. لما نسمعه بنقول الدنيا يا بألف خير يا خلصت الدنيا. توقعاته مثيرة للجدل إن كان بلبنان أو العالم كله. حوله في كتير استفهامات. ليش؟ ما بعرف. اللي بيقوله بيصير، ومثل ما هو بيقول لما يحكي بده يتنفذ، واللي بيقوله بده يتم وبده يصير. آلام مصطفى صاحب التوقعات، قارئ الفنجان، المثير للجدل، معنا الليلة حصريا. مساء الخير آلام. مساء النور يا حبيبي يا تمام. مساء الورد. كيفك؟ مشتاق لك كثير يا حبيبي. ماشي الحال؟ آلام، حلقتنا إذا بدي أحكي فيها أكتر هي موجهة قسمين. قسم عنك وقسم عن التوقعات اللي أنت بتتوقعها على طول، يعني دايما، واللي بعد في كم شهر لنهاية السنة الجديدة نعم. ولبداية السنة الجديدة، نهاية السنة هيدي. جاوبني أول شيء، ليه أنت قايل إنه أنا من الأشخاص لما أقول شيء ما معقول ما يصير؟ أنت رب العالمين؟ ما في حدا رب العالمين، ولكن أنا أقوى شخص يا تمام. أنا عامل معك تجربة من قبل هالمرة وكله تحقق، صح؟ صحيح 100%. بس أرجوك جاوبني على هيدا السؤال. يعني لما تقول إنه اللي بقوله أنا بده يصير، نعم. وبده ليش؟ يصير. بده يصير. طب ليش؟ قل لي ليش؟ سري كبير. سرك كبير؟ نعم. سر إلهي أو سر مخابرات أو سر شو أنا؟ سر إلهي، سر إلهي، سر إلهي، وسري فيني كبير وحيموت معي. طب فيك تقول لي شو هو السر؟ سر إلهي هو يعني صعب كثير. سر إلهي يعني بالأصل يعني ما له جواب يا تمام يا حبيبي. أبدا. نعم. الآن اللي عم تعمله أنت هو حرام؟ بالنسبة لي ممكن شوي، ممكن. نعم ممكن، بس أنا بالنسبة لي ما عم بأذي حدا. أنا بحل مشاكل الناس أكثر ما تكون حرام، بس يعني كثير ناس بيحكوها حرام، ولكن ممكن يا ممكن. بالقراءة ممكن يعني. هي. تمام أكيد. بس هيدا اعتراف شوي كبير. ممكن تمام. لو ناس بحكي لك كذب المنجمون لو صدقوا، في كثير ناس يعني ممكن يعني. بس أنا بالنسبة لي يعني ما عم بأذي حدا. تمام يعني. عم بفيد أكثر ما أكون مؤذي. نعم. هلا أنت من سوريا الأصل، صح؟ نعم أنا سوري كردي الأصل من أنت محافظة سوري الحصرية. كرد الأصل. اليوم كسوري، كيف ترى سوريا؟ بكل صراحة بدي إياك، وبعرف إنه اليوم الحكي غير. أكيد يا تمام. شوف أنا هل بالأصل أيد نظام سوريا الموجود اليوم اللي عم بدير سوريا اليوم؟ يعني عم بحكي عن الشرع، عم بحكي عن النظام اللي صار جديد بسوريا. هل أنت كسوري اليوم كعربي بتأيده؟ نعم أنا بأيد الشعب. لكن بالنسبة لي إذا دخلت بالموضوع السياسي حكون محلل سياسي. أنا ضد الدم وضد العنف وضد الجوع اللي عم يصير بسوريا بكل محافظاتها من أولها لآخرها. ولكن أنا بالنسبة لي أكيد ضد الشيء عم يصير، لأنه في تجاوزات وفي قتل عم يصير. أنا ضد. أنا مع الإنسان. نعم. ضد. مع الرئيس الشرع أنت؟ لا. مع سياسة لا. سياسته لا. مع شو لكن؟ أنت معه شو؟ أنا مو ضد السياسة اللي كانت عم تصير من أيام زمان وهالسياسة. أنا ضد. أنا كشخصيا كمواطن سوري. عال بس أنت 100%. بس أنت قلت لي إنه أنت كسياسي ضده، بس كشو أنت معه؟ بشو ما بتأيد؟ انا بحكي لك كسياسي انا ضده. انا ما بعرفه شخصيا، ولكن كسياسي والشيء اللي عم يصير بالبلد انا ضده مليون بالمية. وضد اللي قبل كمان لا تنسى كمان. اوكي مشان نكون احنا أكيد أنت أكيد ضد النظام بشار الأسد كمان كنت. نعم. نعم نعم. 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 طيب أنا إذا بدي أروح بمحور اليوم بهيدا الحوار، أنا قلت إنه هو صاخب، هو حديث ناري. قلت إنه هو حديث التوقعات اللي بدك تتوقعها اليوم مش متوقعها قبل ما بلش بالتوقعات، قبل ما تابع بحواراتي وأسئلتي اللي بتمرق بين كل حوار وحوار. جاوبني بكل صراحة. نعم. شو اللي صار معك قلته وتحقق بشكل كتير سريع؟ آلام مصطفى. انا حاحكي شيء اللي صار معك، بس ما حاحكي شيء اللي صار ايام زمان. انا طلعت معك من لا. 4 شهور. يمكن الوحيد اللي مظبوط. توقعت انه فضل شكر حيطلع وطلع غنى. صحيح. صح. صحيح. حكيت انه مطار لبنان وصار فيها مظاهرات، زلزال ضرب يونان وضرب تركيا وحكيت انه الحدود السوريه اللبنانيه. تمام يعني. مظبوط. كل شيء حكيته معك كله صار بالحلقه اللي راحت يعني، واختيارات اللي نعم. حتصير طيب. نعم. على راسي، جاوبني. بس عندي سؤال. فضل شاكر أي متى إلى الحرية؟
صديقي العزيز، فضل شاكر قريبا جدا حيطلع، ولكن انا خايف من محاوله اغتيال لفضل شاكر قريبا جدا له لابن محمد، وانا بحبهم كثير. الاثنين الاثنين نعم. محمد نعم انا محمد بحبهم على فكره، لا تنسى انا الوحيد اللي والله توقعته هذا لفضل شاكر، ولكن بتمنى يكون هي انا بشوف محاوله اغتيال ما بيحكوا مع بعض. للاثنين، ولكن فاشله ممكن تكون يعني محاولة فاشلة إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يا رب، الله يبعد كل شر. طيب اكيد اكيد. خليني نروح للناس بتسأل، وأنا لما قلت إنه آلام مصطفى اليوم موجود معي، صاروا يقولوا لي تمام، طب آلام مصطفى من وين بيجيب معلوماته؟ آلام مصطفى من وين عم بيجيب أخباره؟ آلام مصطفى بكل صراحة مع من يتعامل آلام مصطفى؟ مع أي جهاز أمني استخباراتي اللي بيعطوك المعلومات؟ وما هي معلومات آلام مصطفى اللي يعطوك إياها اليوم؟ تمام والله العظيم انا اكثر شخصيه سلسة بالحياة، يعني أنا شخصيا ما بتعامل مع حدا، لا مخابرات ولا شيء. أنا آلام مصطفى سري فيني وإلهي وبس، والله وأنت أكثر شخص بتعرفني. أنا توقعات بعرفك الأشياء. نعم أنا نعم أنا بعرفك، بس أنا حابب الناس تسمع تمام تمام. أنا قوي عارف. الناس كلها بتحكي لك هذا مع المخابرات. تمام أي. تمام، يعني أكيد بس انت مع المخابرات، انت مع الاف بي اي، انت مع انت مصوني. هلا هدول كلهم ما في شيء منهم انت لست مصونيا. لا غلط تكون مصوني. لا أبدا لا. طيب بس جاوبني، غلط تكون مصوني؟ لا لي شرف. لك الشرف نعم تؤيد الماسونيه. مو أيد الماسونية، بس أنت عم تسألني سؤال يعني بيحترمني، يعني ما عندي أنا بحترم. نعم وانا احترم، بس انت اليوم قلت لي الشرف تكون ماسوني. يعني طيب. لي شرف تكون ماسوني ولي شرف اكون، يعني انت عم تسالني سؤال يعني بس هو يعني هي لصقه فيني. لك الشرف تكون اسرائيلي؟ لا. لك الشرف تكون سوري اليوم؟ اكيد مليون بالمية اكيد انا سوري يعني. الحالي عم بحكي. نعم سوري، يعني هو انا سوري ليش انا ياباني وانا سوري كردي، يعني سوريين نحن. نعم نعم. كيف تصف اسرائيل آلام مصطفى؟ بشو؟ بسياستها بدك ولا بدك بشو؟ بدي انت رايك انت كآلام مصطفى اليوم لاول مره يطرح عليك هيدا السؤال. اكيد ضد الشيء العنصري وضد القتل. لانه اليوم بيقولوا انه انت بتتعامل مع المخابرات، انت بتتعامل مع اسرائيل، انت بتتعامل مع العدو، انت اليوم جاوب هالناس وريحهم بقى. انا ضد السياسه. هل انت تؤيد اسرائيل؟ لا يا تمام، وضد السياسه كليا، خلاص انا حجزت لك يا ضد اسرائيل وضد الشيء اللي عم يسووه بكل العالم بدون استثناء. ابدا ضد الدم انا بشكل عام، يعني حتى لو بلد عربيه فيها دم انا انسان ضد الدم، اكثر حدا مسالم ضد سياستهم قلبا وقالبا. نعم. قلت لي انه دونالد ترامب رئيس الامريكي قريت له، عم بحضر لك كنت من فتره مع الزميل رابع الزيات يمكن. نعم. قلت انه وصلك فنجان القهوه تبعه. نعم. سؤال صغير جاوبني عليه. تمام، وين بدك توصل؟ لوين بدي اوصل؟ نعم وين بدك بدي اوصل بكل صراحه اللي بيوصل للبيت الابيض. نعم ما بقى في شيء. تمام ركز معي. انا شخصيا اليوم محطة انظار. اوكي انا طلعت حكيت اغتيالات ما حدا متوقعها بالعالم، كل الناس اللي عم تطلع هلا بدون ذكر اسماء كله عم ياخذ مني، كله قاعد بالبيوت، بينما آلام مصطفى طلع. اللي بيتوقع اغتيال سمحت يعني نصر الله واغتيال اسماعيل هنيه وبشار اسد وشي اللي عم يصير، انا شخص قوي. تمام، اللي عم يطلعوا كله صار وعرف، خلاص انا سكرت ملفاتهم بدون ذكر اسماء. انا حاليا شخص قوي. ليه بدك تمنعني؟ ألا ليه بدك تمنعني بدون ذكر اسمائهم؟ ما فهمت. لا انت ما فهمت علي، انا بحكي لك يا ميشيل. انا فهمت عليك، انا فهمت عليك، بس انا بهمني لانه انا اثق فيك، لاني اثق بكلامك. نعم. فانا بهمني كمان الناس اللي عم تحضرني. ما انا بحكي لك تمام انه هيدا آلام مصطفى. انا آلام مصطفى وما في اقوى مني وما حدا يطلع اقوى مني، خلاص ملفاتهم تسكروا. آلام مصطفى اقوى شخص بالوطن العربي حاليا. شو يعني قعدته لميشيل حايك وقعدت ليلى عبد اللطيف؟ كل قاعد بالبيت. انا اقوى شخص حاليا بالتوقعات اللي عم تزبط خلال اسبوع فقط لا غير. تمام، مع احترامي للكل كانوا موجودين لهم اسامي، بس بعد ما طلعت كله اختفى خلاص. لا شو هالثقة ولو آلام؟ كله اختفى. شو هالثقة اللي فيك آلام مصطفى؟ اكيد فهمت علي، بس انا برجع بحكي لك سؤالي مستفز شوي آلام. تفضل. اما خلص هيدي الافلام انه انا اقوى واحد وانا كذا، قديش انت حدا مغرور مدعي؟ جاوب عليهم ارجوك، ما تاخذهم من الناحيه الشخصيه. لا انت حدا مدعي؟ قد انت حدا شايف حالك مغرور
لازم لك تكسير روس، كتار بيقولوا هيدا الحكي. شو برد ألان مصطفى اليوم؟ على شو، على تكسير روس؟ هلا إيه. موضوعي تمام، مش موضوع تكسير روس. انا حاليا اقوى شيء هذا الشيء الموجود يعني، بس يعني شلون بدي اوصلهم؟ يعني انا موجود، انا مصطفى موجود، انا اللي بده يكسر راسي خليه يتفضل، اوكي. بس هذا الواقع هذا يعني بيقدر يوصل لك ألان مصطفى؟ اكيد الناس كلها فيها توصل لي، اوكي. اكيد 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 أكيد أكيد. اكيد في كثير ناس بيوصلوا لي، يعني اللي بده يعني انا فوني يروح لعنده، مين ما بده، اوكي. لا عم بقول في يوصلوا لك ليكسروا لك راسك. لا صعب حدا يكسر راسي، لا. ليه صعب يعني، صعب لانه انا ما عم بأذي حدا لحدا، يعني ما في عداوه بيني وبين حدا، اوكي تمام. وانا محمي، انا شخص تمام، انا محمي تمام. نعم من مين؟ محمي من رب العالمين، محمي تمام حبيبي. كلنا محميين من رب العالمين. ايه انا محمي خلاص، وصلتك الفكره. لا مصطفى محمي تمام. إيه. والله عم تحكيني بسرعة لأخلص من الموضوع يعني. لا والله يا تحكيني تمام، بس- انا محمي. عم بتجرب تحكيني بسرعة. طيب أوكي، أنا ما عندي مشكل، بعد شوي رح أرجع للموضوع. ماشي. قلت لي شغله كثير اساسيه، قلت لي انه انا توقعاتي بتصير شهر بشهر، اسبوع باسبوع. نعم نحن بعد في شهر ونص تقريبا لنهايه عام 2025. نعم من هون لنهايه 2025 الان مصطفى، نعم. توقعات لنهايه 2025 ماذا تتوقع؟ تفضل للبنان اعطيني توقعاتك انت. انا شوف، انا حاحكي لك اول شيء للبنان. شوف انا بالنسبه لي، نحن بضمن من هلا لشهر 12 او شهر واحد في حرب على بيروت. قبل السنه الجديده. قبل السنه الجديده في ضربات على بيروت، ومطار بيروت حيتوقف قريبا جدا. اوف، قبل السنه الجديده يعني بهالفتره عم بحكي لك من اليوم لاول السنه. نعم. وبنفس الوقت الانظار حتتوجه تمام على نعيم قاسم. انا بشوف في اغتيال له قريبا. شيخ نعيم قاسم أصلاً. نعم. بتقول له شيخ انت؟ والله انا بالاصل شيخ، اكيد الشيخ نعيم قاسم، اوكي الشيخ نعيم قاسم. نعم. انا بشوف محطه انظار الفتره المقبله، وبنفس الوقت جنوب تحت سيطره اسرائيل حتكون الفتره الجايه. امتى يعني الفتره الجاي؟ انا بحكي لك اياها من هلا لاول السنه، يعني الحرب. طيب انا ما انا بدي اروح معك للاخر، وانا بدي بعرف انه انت توقعاتك يعني لا يدري ولا يعلم بالغيب غير رب العالمين. اكيد بس اكيد. انا اليوم عم بسال هلا الان مصطفى، وحروح معك بهيدا الموضوع. انت اليوم عم بتقول انه الشيخ نعيم قاسم انت خايف عليه. قبل بمره قلت لي اسمين. نعم قلت لي عن ابنه للحج وفيق صفا، نعم قلت لي عن سماحة السيد حسن نصر الله. نعم. اتفقنا صاروا الاثنين. اليوم الشيخ نعيم قاسم، انت اليوم عم تحكي بشيخ نعيم قاسم، هو اليوم الانظار عليه. نعم. هل شايف انه رح تفشل عملية الاغتيال او ضربة الصاروخ من اسرائيل على نعيم قاسم او لا؟ لا انا بشوف اغتياله قريبا. امتى يعني قريبا؟ انا بحكي لك قريبا تمام، ممكن فيق الصبح، اوكي. لما توقعت للاسد توقعتها قبل خمس اسابيع، تمام. انا بحكي لك يا قريبا، انا بشوفه يعني يتم اغتياله قريبا جدا يعني. ولكن الشيء اللي مخوفني هي بالاصل بلبنان الفتره الجايه، هي بالاصل المطار لبنان. وانا بشوف لقاء عسكري قريبا جدا بيجمع الجيش السوري وحزب الله على الحدود. انا بشوف الجيش السوري عم يفوت على الحدود. عودة السوريين إلى لبنان؟ لا انا بحكي لك لقاء عسكري يجمع حزب الله ويجمع الجيش السوري قريبا جدا، وحرب حتكون حرب قويه. تعرف في وحده امبارح شو قالت لي الان؟ تفضل يا تمام. قالت لي رايح تصور عندك الان؟ قلت لها ايه. عم لها انا بحبه لانه على طول بعمل معه انترفيوز. نعم بتعرف شو قالت لي؟ نعم. قالت لي يا زلمه بومه. صح بيحكوا لي كثير بوم يعني. نعم. ليه؟ يعني عم يتحقق هذا الشيء، وناس بدها تسمع كلام الايجابي، ولكن انا توقعاتي كلها ناريه، اوكي. ناريه غير انك بومه. لا الموضوع بومي مش بومي، بيحبوني وبيحكوا بومي على فكره. ايه، ما هيدا قصدي انا. يعني انت بتشوف حالك بومه اليوم انه بتوقعاتك؟ لا ماني بومي، لا. انا بلتقي باشخاص كثير مهمين وممثلين بيحكوا لك نحن بنحبك بس بنخاف منك، خلينا. 100% بيخافوا منك، اكيد بيخافوا منك. نعم. ولكن تمام، اللقاء العسكري حيكون قريبا جدا، يعني في لقاء عسكري. طب ليه عم تغير لي الموضوع؟ تفضل. ليه عم تغير لي الموضوع؟ يلا معك، ما عم غير انا، يلا معك. قلنا انت خايف على المطار اول شيء. نعم طيب انت عندك خوف مش من هلا على مطار بيروت. نعم
فيك تقول لي بكل صراحة آلام مصطفى نعم. ماذا يتوقع لمطار بيروت وأي متى تقريبا؟ انا بشوف تفجير بمطار بيروت، وتفجير كمان ببيروت. يعني انا بشوف انا عندي توقع بشوف بيروت حتنضرب. بيروت. نعم، وبتمنى يكون مجرد توقع. بيروت يعني الضاحية؟ لا مش ضحيه، بيروت. الضاحية من بيروت. لا عم بحكي لك انا بجوني ممكن المطار ممكن يعني لك ايه قولن بنص البلد عم بحكي لك اياها بنص البلد يعني مرفى ما مرفى. يعني انت عم بتقول آلام مصطفى في تفجير قريب جدا لمطار بيروت. نعم لمطار بيروت نعم. رح يتوقف العمل بمطار بيروت قد ايه تقريبا؟ يعني حتوقف ممكن شهور، ونفسها مطار سوريا ونفسها مطار الأردن كمان معها والعراق. أردن والعراق وسوريا ولبنان. هل بيتم وفاة حدا بهون بهيدا التفجير اللي حيصير بالمطار؟ نعم أكيد. شخصية عم بحكي شخصية أساسية. هي أكيد شخصية عامة سياسية حتكون. طيب خلينا نروح على مقر آخر قبل ما تقلي بعد شوي عن سوريا وعن لبنان وعن كل هيدي الأمور. خايف على مطار بيروت اتفقنا عليها. من شو خايف قبل 2026؟ بلبنان ايه أنا خايف بلبنان هو بالأصل جفاف المي اللي حيضرب لبنان ونهر العاصي، وحيكون في عطش بلبنان كتير. جفاف. نهر العاصي ونحن أمام جفاف، يعني شرب المي حيكون بلبنان قليل جدا الفترة الجاية. خزنوا مي، خذوا من آلال مصطفى، شو بدنا ناخذ قلي؟ خزنوا مي شو كمان؟ ويخزنوا اكل، ونحن امام انقطاع الكهرباء بجميع انحاء العالم. أنحاء العالم كلها؟ كل العالم حنرجع على الشموع الفتره الجايه، اشتروا شموع. أكبر. عفوا يا آلاء عفوا، بس إنه يا ريتك ما قلتها لأنه عن جد زعجتني. لا تسال، هذا هاي حلاوه آلال مصطفى. اوكي، مثل ما انت مثير للجدل انا كمان مثير للجدل. أنت أكثر مني مثير للجدل. تمام، نحن امام انقطاع كهرباء ونهر العاصي حينشف، وبرجع بحكي لك شرب المي حيكون قليل الفتره الجايه. اكثر شيء حتاذى فيها لبنان وسوريا والاردن والعراق، هدول اربعه، واليمن، هدول 5 دول امام جفاف مي. ولا تنسى ايران. شو كمان بدهم ياخذوا من آلام مصطفى؟ قول. انا معك. قول وشو بعد؟ بنفس الوقت حرب غزه حترجع تتجدد، حيكون في هجره لاهل غزه قريبا جدا عن جديد؟ عن جديد وبقوه، وحتكون في هجره قويه جدا، والاتفاق حيفشل في حرب قويه جدا على غزه الفتره الجايه. نعم. آلام مصطفى إسرائيل شو بدها من العالم؟ ما بعرف والله، يا ريت لو فيني كنت جاوبتك انا. شو التوقعات عم بحكي أنا؟ التوقعات بالنسبه لي احتلال للعالم، يعني بالنسبه لي هو يعني نعم، ولكن في حرب أمريكا على شو بدها من غزه. العالم؟ ما انا برجع بحكي لك هي سياسه. أمريكا شو بدها من لبنان آلام؟ شو بدها من انا بالنسبه لي كعالم توقعات، انا بشوف هي موضوع الشيعه خارج السلطه لازم تكون، وحتكون خارج السلطه الفتره الجايه. في يعني الشيعه يعني بالنسبه لي الشيعة ما الفتره بقى الجايه حيكون لهم وجود آلام؟ ابدا. الشيعة ما بقى حيكون لهم وجود؟ وين بيروحوا؟ لا بالعراق كسياسه عم بحكي لك، الشيعه انا بحبهم كثير. كسياسة أوكي. سياسه لا مش كشعب، كسياسه. الدبكه الكبيره هي بالاصل حتكون بجنوب بالعراق الفتره الجايه. جنوب العراق. لا بالعراق وبالجنوب كضاحيه الفتره الجايه وكجنوب بشكل عام. نعم، ولكن الشيعه كشيعه كسلطه خارج السلطه كليا الفتره الجايه خلاص. نعم. تعرف قد ايه عم يستغفر رب العالمين، عم يستغفروا العالم هلا رب العالمين على الكلام اللي عم بتقوله هن وعم يحضروك، لانه ميتين رعبه ونحن اوريدي عن جد عطلانين هام. تمام. طيب والله العظيم. جاوبني انا بعرف، انا بفهمك بس الناس ما بتفهمك. طب ممكن انا اسالك سؤال؟ تمام. ليك عاده المذيع ما حدا بيساله، بس حاسمح لك اكيد، تفضل. انت عم تحكي لي انه الناس عم يستغفروا هلا وما بفهموك، ليش انت لما بتطلع تلفزيون وبتستفز ناس واستفزت كثير ناس، ناس كثير حكوا لك تمام مستفز، صح؟ انا بستفز، بس انا لا اقول ماذا سياتي في الغيب. تمام، ولكن هو طبيعه شغلي اني اكون انا مثير للجدل يا تمام، صح؟ ما قلت لك انا على فكره بدي عم تجاوبني على شيء انا اعترفت لك فيه، انه انت اول شيء استفزازي اكثر مني، مثير للجدل اكثر مني، ومش هاي نقطتنا اصلا يعني. بس انه العالم عم تستغفر رب العالمين. اكيد سامحوني، هو مجرد توقع. هي مجرد توقع، وانا زي عندي قناه تلفزيون بخليك تطلع 7 ايام لإلي بس، لا لك ما بجيب اي اعلامي تاني، لانه انا حكيته وبرجع بحكي انت اقوى اعلامي بالعالم بدون مجامله. حبيب نعم. قلبي شكرا. ولما والله بنزل اعلان بيكتبوا لي دير بالك من تمام. عن جد احكي لك انا صراحه، واليوم وال حبيبي. كلمني وال جسار اليوم حكيني قلت له انا مع تمام، قال لي الله يسترنا على فكره سلم لي عليه كثير. وجه له تحيه وكان عيد ميلاده. حبيبي تحيه كثير كبيره له، نجمنا كبير. طيب شو الفرق، جاوبني، شو الفرق بينك وبين، وهذا السؤال حيستفزك، نعم.
يعني العالم بتشوفك، لما تشوفك بتعطيهم التنبؤات اللي قلنا الاستفزازية والصاخبة والجريئة. بس جاوبني، شو الفرق بينك وبين أخيخاي أدرعي؟ شو بيشتغل هو؟ ليه ما بتعرفه؟ والله ما بعرفه، بس ذكرني فيه. شو بيشتغل هو؟ أخيخاي أدرعي ما بتعرفه؟ والله ما بعرفه، والله والله والله، يعني اكذب عليك، والله لا اعرفه، والله لا اعرفه. يعني شو يعني؟ اعلامي، رجل سياسي، رجل دين؟ ناطق الإعلامي بسياسة إسرائيل. والله ما بعرفه، وبعد ما سكر حسوي عليه شرج. ما بعرفه والله 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 والله. تعرف انه هيدا الجواب لانك عم تحلف، صدقتك، بس انه انا توقعتك انه انت يعني كثير بتعرفه مش شوي. لا والله ما بعرفه انا، اقسم لك بالله العظيم يا الله. شو الكلمة او الصفة اللي بتوصف حالك فيها آلام مصطفى؟ اعطيني كلمة او صفة بتوصف حالك فيها اليوم، شو هي؟ المخيف. المخيف. نعم. خلينا نبلش بالتوقعات اللي العالم كلها ناطرة. انا جاهز. اول شيء حنبلش بسوريا. سوريا شو فيها باختصار؟ كرر لي اياهم انا كلهم ورا حاعطيك بعض. اياه باختصار. شوف بالاصل انا نعم. شوف حكيتها وحارجع اعيد لك اياها. في حرب سنه بسوريا، يعني هو مجرد توقع. وبنفس الوقت نحن امام اكثر من تفجيرات بمحافظات سوريا حتكرر هذا الشيء قريبا جدا. بتمنى انه يديروا بالهم، ولكن في تفجيرات حتهز دمشق واكثر من محافظه سوريه الفتره الجايه. تمام. نعم. وبنفس الوقت في شيء لا احكي لك اياه، توقع لمنطقتي انا بالاصل. في لقاء عسكري حيجمع الكرد والجيش الموجود. تمام. مليون بالمية أنا بحكي لك على منطقتي. ولكن أنا بالنسبة لي سوريا مقسمة إلى محافظات ودويلات. تمام. هاي سوريا. سوريا الرئيس أحمد الشرع يبقى رئيس لجمهورية سوريا أو لا؟ لفترة إيه أو لا؟ لا لا. لا. خارج يختال. نعم. يختفي. يختفي مش يختال. يغتال ويختفي، واحدة من الاثنين، يعني خدها اغتال واختفاء. نعم. الذهب بسوريا شو وضعه؟ نحن أمام انهيار للذهب، حيطلع وحينزل. أوكي. بشكل عام مش بس بسوريا. نعم. نعم. جاوبني على هيدا السؤال وبكل صراحة. بشار الأسد نعم. كيف نهايته حتكون؟ نهاية بشار الأسد هي الموت. الموت الرباني ولا لا موت مو رباني. يعني انا بشوف تسمم او ابره او اغتيال. اوكي. وانا الوحيد اللي انا قبل ما يتم اغتياله وانا بالاصل يعني متوقع على العيله كلها. تمام. ولكن حيقتالوه بابره او شيء، وحتكون ظروف غامضه. والساحل السوري حتكون خارج السيطره. في تقسيم لسوريا، حتى بالك الساحل حيحكموا نفسهم او حتحكمهم روسيا الفتره الجايه. ولكن نحن امام تقسيم بسوريا، هو مجرد توقع. اوكي. ولكن حيكون في هجره للعلويين كثير الفتره الجايه. خليك معي ورحلة على لبنان، وأرجوك كل سؤال رح أسألك إياه بس جاوبني عليه باللي أنا بدي إياه. يعني نعم. أنا اليوم أنا اليوم معي آلام مصطفى، والتفجيرات اللي فجرتها اليوم بالحلقة لا تفجر بأي محل. نعم. بلبنان اليوم نحن عم نصور، طالعين بكرة إن الله راد أو بعد بكرة بيطلع علينا الضوء. شو رح يصير من هلأ لآخر السنة الجديدة؟ قلت خايف على مطار بيروت. مطار بيروت. نعم. الله يبعد الشر عن مطار بيروت ويبعد عنا كلامك كله السيء. انا كله بتمنى اي توقع بحكي ما يصير. ولكن نحن امام من هلا لاول سنه امام حرب على لبنان قويه حتكون. يعني هل6 اسابيع ال5 اسابيع حتكون قويه جدا. اغتيالات شخصيه شيعيه حتكون موجوده، اغتيالات غير شخصيه شيعيه حتكون موجوده، انقطاع الكهرباء والمي حتكون موجوده بلبنان الفتره الجايه. تمام. في حصار حتكون على لبنان. والشيء اللي انا اللي خايف منه حصار شو؟ انحسار بشكل عام كطيراني او اقتصادي بشكل عام. انا الشيء اللي مخوفني توقع هو اللقاء العسكري اللي حيجمع الجيش السوري وحزب الله سوريا العربي. والجيش نعم. السوري حزب الله. نعم. حزب الله. نعم بقوه. نعم. نعم. شو بيصير شو مصير حزب الله انا بالنسبه لي يعني هو خارج السيطره. 26 خلاص. بال 26؟ هل بيسلم سلاحه حزب الله او لا؟ نعم. بيسلم؟ نعم. كيف؟ حيصير انا بالنسبه لي توقع لحزب الله حيكون حزب سياسي الفتره الجايه. اوكي. نعم. هل السعودية بتحضن حزب الله برأيك؟ لا لا. لا يعني لا. قلت لي انا انه في هلا يعني رايحين نحن الى مشاكل كل الوقت. يعني هلا انا ما في بالنسبه راحه لي نعم. لا 26 هي طيب. هنفتقد كثير ناس بنحبهم نحن. نعم. عاد قلت لي الشيخ نعيم قاسم سيتم اغتياله، الله يبعد الشر عنه ويبعد الشر عن كل لبناني وكل كل العالم لبنان. كمان. نعم. اوكي. من تتوقع اغتياله غير الشيخ نعيم قاسم؟ كسياسيين نعم، من حزب الله عم بحكي. انا من كل السياسيين. ما حيضل حدا بحزب الله بالاصل بالنسبه لي الفتره الجايه. كله حيروح. كله حيتم اغتياله. نعم. الحاج وفيق صفا شو؟
بشكل عام. انا حكيت لك الكل. طب انا عم بسال، انت بتحكي اغتيال الكل وانا بسال. اغتيال النائب محمد رعد اغتيال. يعني ما راح يبقى حدا من السياسيين حزب الله؟ لا الله يبعد عنا كلامك يا رب. يا رب يبعد عن الدنيا كلها، ولكن هو مجرد توقعات، واسمع مني بكب البحر، يعني هو مجرد توقعات. اذا ما صار شو بعمل فيك؟ اللي بدك اياه، بنطلع حلقة تانية وبعتذر من الناس. شو رايك؟ وانا بحياتي عمري ما اعتذرت لحدا. انت منك كذاب الان. كذاب؟ ما بعرف، شو رايك انت؟ مالك نظرة؟ لا لا، انسى 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 انسى، لانه توقعاتك مخيفه. انا عم بسال سؤال يطرح من الراي العام اليوم، رح يحق للناس بيقولوا لك هيدا عم بكذب علينا. انت اليوم كذاب ولا منك كذاب؟ لا لا اكيد ماني كذاب، واكثر حدا صريح. كيف بتعرف انه انت منك كذاب الان بكل صراحه؟ بعد اسبوع 10 ايام 20 يوم بتلاقي تم اغتياله وصار توقعات. ماني كذاب. اوكي صح. انا طلعت معك باحد الحلقات على قناة الجديد، عملت لك. لا انا بعرف كثير منيح انه انت منك كذاب، بس انا عم بطلب المتابع منك ترد بيعرفني، هو المتابع على بيعرفني. اليوم اللي بيقولوا هيدا الحكي انه تمام اليوم. تمام. انا نعم. منزل اعلان، انتظروني مع تمام. ناس ما عم تنام يا حبيبي. اوكي خلاص، اعطيني السؤال اللي بعده. ناس ما نامت صار لها يومين. تمام. لانه تمام ناس ما عم تنام. اوكي صدقني. اللي بعرف، والله بعرف، والله عارف. انا هذا شغلي، ماني كذاب. انا عالم توقعات. اوكي، لانه الكلمه محسوبه على آلاء مصطفى. لا لا لا. تمام تمام. انت بعدك انا آلاء مصطفى. اوكي ابرز شخص. انا ابرز شخص. انا اسكيمو. انا ما تاكل هم، خذ راحتك. انت مش بس ابرد شخص، عفوا بكلمتي يعني، بس انت كثير مستفز اكيد حاضر. اكثر مني، يعني حطيتني بجايبتك الصغيره. لا لا لا، انت انت اكثر حدا مستفز. نعم. تفضل. رئيس الجمهوريه في لبنان، نعم. ماذا تتوقع له؟ انا بالنسبه لي خارج السلطه. خارج السلطه؟ نعم. اي متى؟ عم نحكي لك يعني احنا ب 26، يعني يا اخي 3 4 5 شهور جايين. اوكي. الحكومة اللبنانية، مجلس الوزراء والنواب، يعني يقال ويحكى عم بحكي أنا اللي أنا عم حلله، يحكى إنه بال 26 بنشوف إنه الحكومة كلها رح تقدم استقالتها، ما حيبقى حدا منا، حيروحوا لحكومة جديدة وكذا وهالقصص هول. مش موضوع هيك. انا بالنسبه لي في اغتيالات كثير حتكون موجوده عندكم بالحكومه الجديده. من؟ بارزه ما بعرف، في اغتيالات. اوكي، ولكن لبنان ب 26 بالنسبه لي حتكون أسوأ من 25. أنت خايف على الشيعة على لبنان بس ولا على كل اللبنانية؟ كل اللبنانيين يا حبيبي. انا اصدقائي الشيعة كثير موجودين، والسنه موجودين. أنا ما عم بقول شي شخصي بينك وبينه، عم بحكي لا 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 لا. سؤال، وضع الشيعة بلبنان شو؟ انا بالنسبه لي بحكي لك كسلطه، يعني في حرب على لبنان يا تمام. لا لا لا، وضع الشيعة، وضع لا لا، سيء. أنا في هجره في هجره في هجره في هجره في هجرة. في هجره للشيعة، لاخواننا الشيعة. انا هو مجرد توقع بتمنى، ولكن في حرب على لبنان جاي يعني. ولكن اخواننا الشيعة هم اكثر شيء حيتاذوا فيها، وحيكون في هجره وحيكون في اغتيالات من هون كثير. 26 حتكون في حرب لبنانيه سنيه شيعيه درزيه مسيحيه مليون بالميه. ابدا مليون بالميه. يعني البلد رايح لخراب. انا حكيت لك 26 حتكون أسوأ كاقتصاديا وكحرب. بعد ما وصلنا ل 26، بعد ما وصلت معك ل 26 قلت لك انا 26. اكيد اكيد اكيد. طيب رئيس سعد الحريري يعود الى لبنان او لا؟ بقوه ب 26 بقوه. رجعوا بقوه. نعم حيرجع يستلم. اها. والرئيس الحكومة الحالي خارج الرئيس سلام. خارج السلطه. نعم. على من يخاف آلام مصطفى من السياسيين بلبنان؟ سمي لي 3 اسماء غير اللي سميناهم هلا. نعم. انا بالاصل ما بعرفهم كثير، ولكن انا بعرف شخصيتين منهم. ممكن جوزيف عون. تمام. خايف عليه؟ خايف عليه. نعم. سعد الحريري خايف عليه كمان. تمام. اوكي. وبنفس الوقت في شخص بحبه ما حاجيب سيرته، سامح. ليه؟ ما بحب، يعني ما بحبه انا بالنسبه لي، يعني بحبه كثير لانه انا تمام. طب اللي بحط عليها توت؟ لا بالنسبه لي من طائفه اخواننا المسيحيه، وخلاص يعني حكيت انا. دكتور سمير جعجع؟ لا لا لا، شخصيا انا بحبه كثير. اوكي. وانا لا لا، وانا بالاصل بشوفه فتره جايه حيكون له منصب قوي. هو صاحب منصب، ولكن بشوف الانظار حتوجه عليه. سليمان فرنجية؟ لا 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 لا. طب مين اللي انا حط عليها توت وعد مني؟ لا مش موضوع طوط. انا بالاصل شخصيا بحبه، يعني ما بدي احط الاضواء عليه حاليا، ولكن انا متوقع له كثير امور وكلها نجحت، ولكن انا بشوف عليه. هو سياسة درجة أولى ولا درجة رابعة؟ لا لا، درجه اولى ومحبوب بالاصل. شخصيه محبوب ولذيذ يعني تمام، وانا بحبه كثير يعني. اوكي. نعم. شو مصير وئام وهاب؟ انا بالنسبه لي في حكيت باحد اللقاءات تبعي، انا بشوف اغتياله. لا بكل صراحة، بكل صراحة بدنا نفوت بعام 2025 2026، ماذا يتوقع آلام مصطفى أخطر شيء حيصير بال 2026؟ بلبنان. تمام حبيبي. نعم.
أنا حكيت لك الاختيارات اللي حتكون موجودة بلبنان، والحرب الأهلية هي أقوى شيء حتكون. أقوى شيء. نعم. ماذا تتوقع أيضا؟ بدي أسمع توقعاتك اللي عندك أنت. أنا بالنسبة لي إخواننا الشيعة، الهجرة الشيعة حتكون الفترة الجاية كثير، وأنا بشوف بشكل عام الجنوب تحت سيطرة إسرائيل. أنا بشوف إسرائيل عم تمشي بلبنان. أوكي. نعم، واللقاء حيجمع جوزيف عون والإسرائيليين قريبا جدا للسلام. هل في فضيحة حتصير عنا بلبنان؟ وبنفس الوقت في فضيحة حتكون جنسية قوية فضيحة جنسية؟ تصيب أحد الوزراء أو البرلمانيين في لبنان، وحتكون محطة أنظار السوشيال ميديا، والفضيحة حتكون جنسية. أوف. نعم. فإذا في فضيحة جنسية لأحد الوزراء نعم. في لبنان، وهي الفضيحة فضيحة جنسية. نعم. كبير بالعمر، من أي حزب؟ عندك معلومات أو ما لا؟ بعرف، ولكن هو بالأصل دائما محطة أنظار هو. أنت بتعرف بس ما بدك تقول. لا أكيد ما حنجيب سيرة الأسامي، يعني هي بالأصل، أكيد ولكن بس أنت بتعرف. يعني هو كإلهامي بعرف. نعم. مم. نعم. ألا مصطفى فنيا. وبنفس الوقت حنفتقد فنان لذيذ وصغير بالعمر قريبا جدا، حيكون ضجة للوطن العربي. شو ما فهمت عليك؟ حنخسر فنان؟ نعم. كيف حنخسر؟ مغني حنخسر وحيتوفى. حيتوفى موتة رب العالمين نعم. ولا شو؟ حيختلوه لا هي بالنسبة لي وفاة هي حتكون، ولكن حنحزن علينا الكلام. هل هو لبناني؟ لبناني؟ سوري؟ شو؟ لا مش لبناني ولا سوري، وما حجيب اسم البلد. ليه؟ محافظ عليها يعني. اوكي، وممكن يكون لبناني، ممكن يكون سوري، ولكن هو فنان صغير بالعمر ولذيذ. اوكي، ممكن يكون سوري كمان. نعم، بس مش لبناني. طب فيني اقول اسم بتقول لي ايه او لا؟ نعم. خايف على الشامي؟ لا مش موضوع الشامي، لا بالاصل. انا عم بسألك خايف على الشامي؟ لا اكيد ما بخاف على الشامي، هو مو صديق لي لا بخاف. هو كان صديق من زمان ومو صديق اللي اخاف عليه يعني بالاصل، مش الاولويات تبع الشامي. لا. اوكي. نعم. على مين بتخاف كمان فنيا؟ انا بخاف على كثير ناس بحبهم انا بالحياه، يعني عندي اصدقاء كثير انا بحبهم، بخاف. عم بحكي من الوسط على مين هو من خايف؟ وسط الفن يعني انا اللي بحبه مثلا وائل الانتيمي بحبه، في عندي كثير ناس بمصر، وعندي وائل مين؟ جسار بحبه كثير انا. تحية كبيرة إيه. يعني انا بحكي لك نجم. ولكن وائل بالاصل يعني 26 حيكسر الدنيا، حيكون اقوى من الصف الاول، يعني مو مجرد هو صديقي، ولكن وائل حيكون بمحل ثاني. نعم. نعم. السيدة فيروز شو توقعاتك لها؟ انا بالنسبه لي طول العمر بس، ولكن حنحزن عليها ب 26. الرئيس ميشيل عون السابق. ما عندي اي توقع له. فنيا خلينا نروح، فاذا اللي قلته هلا العالم بتاخذ بعين الاعتبار انه في فنان شاب جديد من الجيل الجديد. نعم. رح نفقده بموت، بوفاته. الله يطول بعمر كل الناس، ولكن هذا توقعاتك. خايف على السيدة فيروز، على من كمان خايف بالوسط الفني؟ هيفا وهبي شو كيف ملاقى وضعها؟ لذيذ. انا توقعت لها دائما الارتباط، يعني في عندها ارتباط قريبا جدا. كل توقعاتي لها ضبطوا، يعني في عندها مشروع ارتباط يمكن ارتبطت يعني. نعم. لذيذه كثير هي فبحبها انا. اوكي. اليسا وضعها؟ وبنفس الوقت الانظار حتتوجه لا. الى اليسا، حتفتقد شخصيه عزيزه عليها قريبا جدا. قريبا جدا. نانسي عجرم؟ انفصال عندها موجود مليون بالمية. انا حكيت لك ان الفتره الجايه يعني حتكون انفصال على حياتها، وانا من زمان حاكيها يعني باحد لقاءاتي بلبنان يعني. اوكي. ايه بعرف، بس عم بحكي عن موضوع نانسي، عم بحكي عن موضوع نانسي. لا ما حيكفوا. انا بالنسبه لي ما في تكفير لهم. اوكي. انا ما بحكي توقع حدا كمان، لا تنسى. نعم. انت بياخدوا منك التوقعات. انا ما نعم اكيد انا ما بحكي توقع اي حدا حكي، يعني انا لقاءاتي كلها ما في شيء بيشبه حدا حكي. اوكي تمام. لا بس موضوع نانسي عجرم، هل انت نعم. متاكد منه؟ انا نعم في انفصال لها انفصال امتى؟ بال 26؟ عم نحكي بس الشهور الجاي يعني. حنفيق الصبح وحنلاقي هذا الخبر موجود يعني. نعم. هي بالاصل حتكون السنه 26 اسوأ سنه بالنسبه لي. الوضع الاقتصادي بلبنان كيف حتشوفه بال انا برجع بحكي 2026؟ لك 26 هي بالاصل حتكون سنه سيئه يا تمام اقتصاديا على لبنان. يعني انا بشوف انا بفتره يعني ما بقى معنا ناكل ونشرب؟ هيدا من الاخر يعني خايف علينا ما بقى في معنا ناكل ونشرب؟ نعم الليره اللبنانيه لوين؟ الى الانهيار. نعم. الدولار لوين؟ حيعلى. رح يعلى اكثر بعد. نعم. عالميا الدولار شو وضعه؟
حيكون قويا جدا، الدولار والذهب حينزل والعقار حيكون عالي، ودائما بحكي هالموضوع انا اشتروا عقار. اشتروا عقارات نعم. ونشتري ذهب ولا لا؟ انا بالنسبه لي اللي عنده ذهب يبيع، عنده توقع حيرتفع وحينزل نزله قويه. عقار اشتروا عقار. المخرج عم يسألني اسألك العملات الرقمية شو بحب كتير لأنه بيشتغل فيهم. حتختفي. نعم. يعطيك حيطلع شيء بديل له، حتختفي، اللي عنده يبيع. طيب خايف فاذا خلينا نروح على كونكلوزيون ختاميه بهيدا التوقعات. الفنان في عندنا فنان شاب رح يموت، رح نستفقد له. انت خايف من او شايف بالاحرى انه في فضيحه حتصير بلبنان باحد الوزراء اللبنانيين، وهي فضيحه جنسيه. بكل صراحه توقعاتك الفنيه اذا تركتك هلا لدقيقه، ماذا يتوقع ألان مصطفى؟ فنيا ايه وديع الشيخ لا تتزوج حبيبي الفتره هي. وديع الشيخ لا تتزوج الفتره هي. ما يتزوج. لا ليه بعد ما تزوج؟ ما بعرف يعني، اذا هو متزوج حاليا حينفصل. انا بحبه كثير لوديع طبعا اوكي، بس انا بالنسبه لي حينفصل اذا هو متزوج، واذا ناوي يتزوج يعجلها. توقعاتك له لما توقعت له انه بده مدير، يعني المقربين منه بدهم يعملوا له شيء مشكل او خايف منهم، بعدك مصر عليه هيدا الموضوع؟ مصر عليه 1,000,000%، وانا بحبه كثير لوديع. وديع دير بالك على حالك، بحبه كثير. يعني لما بحكي لك بحبه كثير، انا دائما بحكي لمحمد رمضان وبحبك بس دير بالك. نعم تمام. بنفس الوقت اللي عنده الانظار حتتوجه على عمليات الشفط الفتره الجايه، حنفتقد كمان ناس مشاهير علينا بعمليات الشفط. اللي عم يشفط او اللي عنده عمليات الفتره الجايه حتكون محطه انظار. قص المعده، اذا في حدا عنده عمليات من مشاهير وناس معروفين حيتم وفاه اكثر من شخص الفتره الجايه، كمشهور ولا غير مشهوره. ولكن عمليات البوتوكس والشفط والتجميل نحن امام وفاه اكثر من شخص الفتره الجايه. تمام. الله اكبر. نعم. يعني تقريبا 90% حنخسر عالم انه كلهم بيعملوا شفط وبيعملوا. ما انا بحكي لك الفتره الجايه نحن حنفتقد كثير ناس نحن بنحبهم كمشاهير وكناس عاديين اوكي، ولكن هالعمليات الفتره الجايه حتكون محطه انظار. اللي عنده عمليات ياجلها. ألا اللي بيطلع فيك، اللي بيشوفك يعني هلا بينظر لك، بيشوف هيدا البقبضاي، هيدا الشخص اللي متمكن، هيدا الشخص الجريء بس انت بداخلك عن جد شخص عندك حزن، جاي من بيئة شوي تعيسة. نعم. جاي من بيئة فيها بكاء، فيها حرمان، فيها فقر، فيها انت اليوم مغضوب عليك من اهلك؟ لا لا بالعكس. بس اهلك امك وبيك ما بتلتقى فيهم. يعني لا لا، بس انا بالنسبه لي محبوب كثير من اهلي ومن ناس بشوفوني، ولكن انا عشت حاله من الفقر لا تنسى يا تمام. يعني سامحني أكيد. اوكي تمام. أكيد. يعني انا أكيد. اجت علي فتره يا تمام والله ما حكيت احكيها معك، كنت البس ملابس الناس اوكي. إيه. في لك الصراحه اوكي، ولكن حاليا يعني رب العالمين تمام. يعني اخذ مني شيء اعطاني شيء، ولكن عشت يعني عتلت واشتغلت بمطاعم وطفوله افتقدتها كثير. هلا شو بتشتغل هلا انت غير هيدي الشغله؟ انا موظف يا تمام. موظف. موظف بشركه. نعم نعم. نعم. موظف بشركه أنا نعم. اوكي. نعم نعم، وعندي راتبي موظف عادي، وعندي هذا الشغل الخاص هو. نعم. انا انت اليوم في مين بيعطيك معاش كل اخر شهر غير شغلك؟ اكيد كثير. نعم نعم، عندي عقود مع ناس كثير رجال اعمال، ونعم اكيد اكيد. اصبحت غني؟ يعني انت حدا رجل ثري حاليا نعم بحس حالي نعم. اهم شيء عندي الصحه، ولكن بالنسبه لي المصاري عم بنتقم من المصاري انا هلا اوكي، عم بنتقم منها انا اوكي. عم تنتقم؟ من المال. زلتك المال؟ ايه زلتك؟ لا لا، المال ما زلني اوكي، ولكن بلا انت وصغير لا 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 لا، المال ما زلني. تعرف تمام انت بعدك يعني انا عم انتقم من المال. المال صار اخر همي اوكي، يعني ما عاد فكرت فيه مثل ايام زمان اوكي، لانه انا بخلال عم بتجمع مال الا؟ لا 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 بالعكس تمام، بالعكس انا اكثر شخصيه نعم تفضل. مالك حلال او حرام؟ حلال. مش حرام؟ لا لانه رب العالمين. يعني اليوم اللي بيقولوا من ورا هيدي الشغله اللي عم تعملها انت، هيدا كل مالك الان مصطفى مال حرام. بس انا عندي اكثر من جمعيه عم بحكي بهيدي المهنه، عم بحكي بهيدي المهنه. ما انا عم بحكي لك بهالمهنه عم بصرف على اكثر من جمعيه خيريه تمام، بدون ذكر اسامي اوكي. انا عندي اكثر من 200 300 يتيم، عيب واحد يحكي من هذا المال. رب العالمين هو الداري اوكي. بس انا ما عم باذي روح، وانقذت كثير ناس من الموت تمام، لا تنسى بمجال عملي اوكي. وخليت كثير ناس ينبسطوا كمان اوكي، وفي كثير ناس كمان انأذوا مني لان توقعات كانت قويه. حلاوه انا مصطفى انا عندي زهايمر، انا ما بحكي سر حدا
تمام، بفوت على اي بيت بخلص شغلي باخذ مصرياتي وبطلع. اوكي، ما بيهمني الشخص، يعني انا ما عندي هذا اوكي. هذا سبب حلاوتي، انه انا ناس بيحبوني، بفوت على البيت بخلص. انت بهمك، انت الان بهمك المصاري بس. جدا ايه. جدا، المال بالنسبه لي اهم شيء بالدنيا. اوكي، بتموت بالمصاري. كثير. انت كيف اخرتك بدها تكون؟ تمام، لوين بدك توصل؟ جاوبني على قد السؤال الان مصطفى. انت لوين بدك توصل يا تمام؟ حجاوبك والله. وين بدك توصل؟ وين بدك توصل؟ بدي اوصل لاخرتك. تفضل. اخرتي حتكون اجمل اخر. اوكي، رب العالمين هو الداري يا تمام والله. مش حتكون اخرة سوداء. ممكن تكون. ليش؟ انا متقبل كل شيء، متوقع كل شيء لي انا. تمام. انت متوقع لحالك، يعني بتعرف حالك امتى بتموت؟ ممكن، نعم. لانه انا طموحي كبيره. تمام، طموحي هي مش لهون وبس. نعم. نعم. انا مظنك يعني في كذا حدا صار مخبرني من الاصدقاء المحيطين انه الا مصطفى رايح الى الزواج. اي متى بدك تعملها؟ هلا هو موضوع مش موضوع، ولكن في علاقه يعني بيني وبين شخصيه لذيذه. اوكي تمام، بس يعني ايش موضوع باوله. اوكي. ما كل يوم في شخصية لذيذة. لا لا، بالنسبه لي يعني هاي الشخصيه غير. انا حياتي كثير فيها. انا ما انت نسونجي بقولوا عنك كل يوم مع وحده. لا لا والله بالعكس يا تمام. خير جاوبني على قد السؤال، يعني اعتبرني لا لا والله وصيت يا تمام، صيت والله العظيم. صيت. عيب تكون نسونجي. هو مو موضوع عيب كون نسونجي، بس انا بالنسبه لي ما حدا بيعبي عيوني. انا مريض نفسي. تمام اوكي. حط بالك انا مسوى. نعم انا مريض نفسي. اوكي. نعم. عندك انفصام بالشخصية. كثير كثير. انا تمام، يعني انا من شو كمان تعاني غير المرض النفسي وانك عندك انفصام بالشخصية؟ بكل صراحة لا. ما بثق بالبشر. يعني ما رح توثق ولا بمرأة. ومو موضوع ما اوثق بالمراه. المراه لازم انا اركبها على ايدي تركيب. من اي ناحية تركبها؟ بركبها التركيب انا، يعني انا لازم اركبها تركيب لحتى تكون مع علاء مصطفى. الناس اللي بيشتغلوا معي والناس اللي عم تمشي معي كلهم انا مركبهم تركيب. قد ايه صار عمرك الان؟ 38. صغير بعدك. بعدني ما تزوجت ولا مره. نعم. هل انت مع المساكنة؟ نعم. ليش لا؟ عايشة. ليش لا يعني؟ تمام. عايشة هلا. هلا لا، كنت عايشه كم سنة؟ 14 سنه هيك شيء تقريبا. ممكن. بيئتك وجوك وعائلتك بيسمحوا لك انك تعيش المساكنة؟ هل يجوز؟ انا ما بيهمني حدا، بيهمني نفسي. لما جعت وين كانوا الناس؟ ما بهمك رب العالمين؟ رب العالمين هو الداري. شو هو الداري؟ هو الداري رب العالمين. رب العالمين بحرم تمام. لك هيدا الشيء. هو الداري، وما انا بحكي لك هو غلط، بس هو الداري. يعني بالنسبه لي انا ما بفكر بهالامور كلها. تمام. انا والله انا مخليها هيك. خليها هيك والله، ميسره ميسره. تمام والله. انا ما بحسب. تمام والله. والله ما بحسب. تمام. بعرف. انا شخصيه جيت من الشارع يا تمام. انا ما بحكي هذا الحكي غير معك. انا جاي من الشارع. اوكي. انا جاي من الشارع، من الفقر جاي. اوكي. نعم. الحمد لله. شو علمك الفقر ألا؟ علمني اللي بيغرق اغرقوا، لا تنقذوا. غرقه. نعم. أوف. يعني انا اذا بشوف واحد يغرق حافوت طالعه، حاعمله تنفس اصطناعي وحارجع اكبه مره ثانيه. يعني بعمل خير وبكب البحر. ولكن اذا شفت واحد يغرق بدي اغرقه، لانه الناس غرقوني كثير. لا حدا يغرق امامي، لانه ما حد مد ايدي لحدا غير للفقير واليتيم بس، فقط لا غير. اوف. مجرم. مجرم ألا مجرم. ما عندي قلب يا تمام. اوكي. ما عندك قلب. لا 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 لا, لا. تمام. لا لا ابدا، مخليها هيك للظروف. اوكي. لا انا برجع بحكي لك. طب العالم كيف بدها توثق فيك يا ألا اللي بده يكونوا معك؟ انا ماني بحاجه لحدا يوثق فيني. انا الناس اللي بتحبني بتحب فيني لغايه محدده. تمام. بس انا ما عندي اصدقاء. تمام اوكي. انا ما عندي اصدقاء. اوكي. ابد 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 ابد، ما عندي اصدقاء ابدا ابدا ابدا. ألا أنت بحاجة لتزور حكيم نفساني بأسرع وقت ومعالج نفسي حاجي لك موضوع. بتاخذ أدوية؟ لا 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 ابدا. لا لا ادويه. لازم تاخذ أدوية. انا عندي علاقات واسعه كثير بيحبوني، بس له صديق 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 معي بشوفه يومي ما عندي. انا زرت طبيب ل 2015. تمام. طب هول اللي حدك هلا اللي بالمحيطك هلا اللي قاعدين معك حدك بالتصوير، مين هول؟ هدول كلهم مرافقيني. مرافقينك؟ عندك مرافقين؟ عندي نعم اكيد. هو ميشيل حايك ما عنده مرافقين، انت بده يكون عندك مرافقين. انا علاء مصطفى. اوكي. شو يعني؟ انا علاء مصطفى وميشيل حايك في فرق. تمام. شو الفرق؟ في فرق. يعني انا مثلا الانظار علي وين ما هو اكبر، يعني هو اكبر. بشو اكبر؟ ما في حدا كبير يا تمام. كلنا عنا وقت حنعيشه. هلا وقتي. تمام. الوقت بلش يدهمني انا وياك ألا، وبعرف انه اخذت من وقتك كثير لك لا يا حبيبي، انا موجود. شو بدك تقول بختام هيدي الحلقة والمشاهدين اللي عم يحضروك هلا؟ بدي تعطيني جملة
مثل ما انت قلت لي انه انت قوي وانت نمبر 1 وانت ما في حدا نمبر 1 يا اطلع لي تمام. اطلع لي بجمله وقل لي تمام كذا. تفضل. تمام. خلينا نحب بعض، حنفتقد كثير ناس بنحبهم بالشهور الجاي. انت بعد ليه بتعرف تحب انت؟ ما انا شو عم بحكي لك، انا حبوا بعض، حنفتقد كثير ناس بنحبهم الفترة الجاية. وبنفس الوقت يا تمام كل شيء عم اتوقع لك اياه هو، بس انا بالنسبة لي تمام 26 انت حتكون امام، بشوفك على كرسي كبير وعندك برنامج بيكسر الدنيا، مش مع الجديد. اوكي. انت قايل لي انه انا مش مع الجديد. مش مع الجديد، ولا قناة هي حتكون قناة هي بلبنان، حتكون لبنان قناة مش لبنانية خارج لبنان. يعني أنا بشوفك يا بدبي يا بشوفك بمحل تاني. أوكي، وهذا توقع حطه ببالك، ولكن مش بقناة لبنانية هي بلبنان، لا جديد ولا أبدا. نعم. انت انا يعني مشكور بصراحه انت والمخرج، انه هو طلب انه تتوقع لي، مع انه انا ما بحب اسمعهم. بس السؤال جاوبني عليه. شو السيء اللي شايفه لإلي؟ لا سيء لك، أنا بالنسبة لي الشيء السيء خلصنا منه نحن. قطعته انا. اي انت قطعته ب 25، حياتك كلها كانت سيئه تماما، كنا احنا متواصلين يا حبيبي صح؟ مطبات ولخبطه وبطء ووعود وناس وناس وناس، فهمت علي؟ لا لا عديناها نحن هلا ب 26. هي التقدم الحلو وانت تمام. انا برجع بعيد لك يا انت اقوى اعلامي مرق على راس اعلام مصطفى. انا عامل معك كثير بدون اي، يعني اذا عندي قناه 7 ايام خليك تطلع انت. شكرا يا علاء، مو شكرا. مجامله. صح مستفز بس بحبك انا. وانا كمان. بتحبني بس انا بدي صدق هيدا الحب انك بتحبني، ولا مثل باقي العالم؟ والله العظيم بحبك، وانا نازل على بيروت قريبا وحمر لعندك انا. علاء مصطفى، من قلبي انا بحبك كمان. شكرا لك، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب كل التوقعات ما التوقعات بتصير السلبيه للعالم سلبيه ما جدا. تصير، يا ولكن رب انت شخص قوي ويشهد لك بهيدا الشيء. حبيبي يا تمام. اهلا وسهلا فيك، نورتنا وشكرا لك. الجمهور وللمخرج وللكادر الموجود عندك، وبحبك. استاذ محمد اكيد بدنا نوجه له تحيه كثير كبيره. نعم، محمد قميحه. حبيبي يا محمد. شكرا. توقعاتك له، عندك توقع له واحد؟ والله انا بالنسبه لي محمد هو اطيب شخص بالعالم، يعني طيبه قلبه عم تخليه عم يتراجع للوراء. حلو. شد حالك شد حالك. شد حالك شوي بقول لك. لانه الناس اللي حواليك عم ياخذوا طاقتك يا محمد يا حبيبي، بدون ما اعرف شكلك انا. ما تشوف شكله، شو بدك فيه؟ صح ولا لا؟ جوابي نعم او لا. جاوبوا نعم صح. كثير صح. شد لي حالك واطلع لي من المحيط السيء. والشباب كلها عم بتقول كثير صح كمان. يعني لانه انت بالاصل خيرك لبرا، خيرك لبرا يا محمد يا حبيبي. علاء مصطفى، شكرا كثير لك، يعطيك الفين عافيه، وعلى امل نلتقى فيك قريبا. حبيبي يا تمام. كلك ذوق، كلك ذوق. ثانك يو باي باي.